لكنه انا لازم اشيد بلاعب. انا عندي النجم اللي يعرف اخطائه، النجم اللي يعرف نفسه انه هو اخطأ ويكون عنده اصرار انه هو يعيد نفسه، والاداره اللي قدرت تحتضن، والكادر الفني اللي قدر يحتضن كنو والاحداث اللي صارت له في المباراه الاخيره في تصفيات في الملحق، والطرد والاحداث والظروف اللي مر بها مش ظروف طبيعيه. كلاعب نجم واسم ويلعب بنادي كبير وتصير له الظروف، الوضع الطبيعي كثير من اللاعبين ينعزلون، كثير من اللاعبين يروحون. لكنه انا اكو رقم اليوم يعني صراحه مع قوه المنتخب الفلسطيني، والكل اجمع انه المنتخب الفلسطيني منتخب جيد ومنتخب قوي وبسكر مساحات ويلعب ككتله واحده. لكنه تخيل كنه اليوم في المباراه خالد لمس 80 لمسه، 80 لمسه 4 من عندهم خطا، 76 صح. تخيل قيمه اللاعب، تخيل قيمه اللاعب انه هذا شلون، كيف في المقدمه بقى بالضبط، كيف انه هو لاعب في منتصف الملعب في منطقه الزحمه ويكمل لمنطقه الجزاء، يمسك 80 كره و80 كره 4 من عندهم خطا.